انتبه أرد عليها بس والله راح لحظة. علي يجر وتضرب زوجته وهو ساكت. نعم قلت لكم هل هارون جبان سكت عن عبادة عجل من قبل بني إسرائيل؟ أقول لكم تأملوا في هذه الآية الكريمة. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فسكوت علي كان قمة الحكمة، كان خوفا على الإسلام. نعم ذكرت النقطة التي أريد أن أجيب عليها، وهو تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب. أتعلم ماذا كان سيفعل عمر لو لم يزوجه أم كلثوم؟ كان يقول والله لأقيمن عليه حد السرقة في جنب الكعبة. ارجع إلى مصادرك وسترى هذا، وأدعوك لأن تراجع كتاب زواج عمر من أم كلثوم. بل أن عليا يقول ذلك فرج غصبناه، عفوا الإمام جعفر الصادق يقول ذلك فرج غصبناه أي بالقوة. أرجع إلى النقطة الأساسية ألا وهي نحن نتبع أناسا أسسوا مختلف العلوم وأسسوا بل علموا أئمتكم الأربعة.